ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ده النهارده طعام في رمضان. مش فاكرة كان يوم ايه بصراحة لان انا بمنتج الفيديو بعديها بحبة يعني. ده كان تاني يوم يعني ليه طعام بعمله. ربنا يتقبل يا رب. انا المرة اللي فاتت كنت عاملة همبرجر تقريبا ومكرونة. المرة دي زي ما انتم شايفين عاملين فراخ وبطاطس ومخلل. يعني عايزه اقول لكم اليوم الاطعام ده اقسم بالله بيبقى سهل جدا جدا، واليوم ده انا نفسي بقول سبحان الله اليوم ده بيعدي سهل قوي. مش متعب، ما فيهوش مجهود، يعني الواحد ممكن يبقى يعمل كذا حاجه. والوقت رمضان طبعا نهار ضيق جدا، بس ما شاء الله الوقت بصراحه بيعدي بسرعه قوي قوي، والحاجه بتبقى خفيفه. زي ما انتم شايفين كده انا كان معايا كنت جايبه 5 فرخات. طبعا كل واحد يعمل طعام على قد ما بيعمل. انا قسمت الفرخه على 4، يعني 20 وجبة. أنا كملت 10 وجبات تاني عشان يبقوا 30، بس حطيت مع البطاطس والرز حطيت همبرجر. قليت 2 همبرجر جنبها، هوريكوا ده في الآخر. أنا هنا الفراخ الأول غسلتها ونقعتها كويس جدا تمام زي الفل. وبدأت إن أنا عملت لها الخلطة بتاعتها، التتبيلة: كاري، كركم، بصل، ملح، فلفل أسمر، كمون، توابل فراخ. وضربتهم في الكبة. ضربتهم كويس جدا كلهم مع بعض في الكبة. وبدأت زي ما انتم شايفين كده، هو بقى حطيتهم في طبق كبير وبدأت ادخل التتبيلة دي في قلب تحت الجلد. يعني بدأت ادخلها من تحت الجلد. وكنت حاطة روزميري، بيدي ريحة وطعم حلو قوي قوي للفراخ. بدأت اخد الفراخ واحدة واحدة. الصدر دخل تحتيه الخلطة، الوراك نفس الكلام. وبعدين جبت سكينة وبدأت اخرم الفراخ دي كلها. هي ما جاتش، بس انا عملت كده. انا الفراخ كلها، الوراك بدات اديها خرمين 3 كده، الصدر نفس الكلام عشان التتبيله تدخل فيه نفسها. هنا زي ما انتم شايفين بقى انا عندي صاج كبير. حطيت ورق ألمونيا عشان انا هسويها مباشره في الفرن، مش هحطها على البوتاجاز ولا حاجه. فانا حطيت ورق ألمونيا بعد كده، وحطيت ورقه زبده عشان طبعا في ناس بيقولوا مضر يعني ورق الألمونيا مباشره، فانا عملت كده. وبدات ارص الفراخ زي ما انتم شايفين كده. بدات ارصها، وبدات احط التتبيله اللي باقيه كلها، بصوا رشيتها على الوش بتاعها. وغطيتها نفس الكلام بورقه زبده وعليها ورقه ألمونيا عشان احفظ الحراره فيها كويس. ودخلتها الفرن وسبتها بقى مع نفسها هي تستوي. وبدات بعد كده ان انا اعمل البطاطس. البطاطس زي ما انتم شايفين، انا كنت جايبه 4 كيلو بطاطس. ما شاء الله يعني هما في كفوا الوجبات وبصراحه وزياده. كان 3 كيلو رز، عشان اللي حابب يعمل يبقى عارف المقدار. ال3 كيلو رز كانوا كتير جدا على ال30 وجبه. برغم ان انا كنت حاطه ما شاء الله رز كتير، ما كنتش يعني مش حاطه قليل. ونص كيلو شعريه. 3 رز وكان نص شعريه. فلا بعد كده انا قلت لما اجي اعمل خلاص انا هعرف ايه المقدار بتاعي. البطاطس انا حبيت اقطعها بالشكل ده عشان يبقى شكلها حلو، وجبت فلفل اخضر وبصل قطعتهم جوانح زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسمر وزعتر. وبدات اقلبهم كل البطاطس في قلب الفلفل كده مع بعضها. عشان طبعا احنا هعمل في الصاج الكبير. كنت هعمل قصدي في الصاج الكبير، ولقيت ان الصاج انا عندي واحد تاني. فلقيت ان انا يعني مش يعني لو حطيت له ورقة ألمونيا مع الورق التاني ممكن. آه يعني انا شكيت كده ان ممكن وانا بغرف ممكن تيجي ورق من ورقة الزبدة في قلب الاكل، فبصراحة انا ما حبيتش الموضوع ده. فانا قلت لا، انا هعمل وهعملهم في الصواني، وهوديهم غلوا على البوتاجاز، وبعد كده ادخلهم الفرن ياخدوا وش تحميره. طبعا انا عملت لينا احنا بقى، انا ليا انا بعمل اطعام. بعمل ليا انا وولادي حاجه يعني نفس الاكل بس لوحده، مش من فلوس الاطعام بصراحه. فانا زي ما انت شفت الفراخ طلعت كده اهو. بقت شكلها حلو قوي قوي قوي. هي بعد ما استوت تماما، يعني اختبرتها بالسكينه كده لقيتها استوت تماما. وريحتها كانت تحفه تحفه. بدات ان انا اولع الشوايه عشان تاخد الوش اللي انتوا شفتوا ده. هنا عملت الرز، عملت 3 كيلو رز وحطيت عليهم نص كيلو شعريه. آه، وكان حلو قوي قوي، بس زي ما انا قلت لكم ال3 رز على ال30 وجبه بصراحه كانوا كتير قوي. الكيلو على 10 وجبات، يعني هو كانوا ممكن 25 وجبة، ممكن 25 مكانوش.
لا ممكن ما كانوش 30، ممكن كانوا 25، بس انا اقول لكم ال3 كيلو رز دول كانوا كتير بالنسبه للاطباق اللي موجوده دي. هنا الرز اهو كان ما شاء الله استوى، والبطاطس كانت طلعت زي ما انتوا شفتوا، وال بصوا الرز مفلفل كان حلو قوي قوي بصراحه، يعني بقول لكم ما شاء الله اليوم ده كان سهل قوي 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 وكان ممتاز. هنا بصوا البطاطس كده انا بعد ما استوت خالص، انا ما كنتش عايزه فيها صوص كتير علشان خاطر ان انا اقدر، دي الفراخ اللي انا عملتها لينا احنا البيت، يعني انا وولادي وجوزي كده 4 وراك برضو، بس ايه دول انا مسويتهم لوحدهم. وهنا هو كنت انا، كان ابو حمزه بقى عمل الاطباق فردها وبدا يحط المخلل فيها، وبدانا هنا ان احنا نغرف. طبعا حمزه وملك واقفين لي، هم بيبقوا عايزين ياكلوا يوم ما انا بعمل فيه الاطعام ده، بيبقوا عايزين ياكلوا في نفس العلب زي الناس. حتى لما بنقعد على السفرة لا هم عايزين ياكلوا في العلب دي برضو، يعني نغرف في اطباق وكده يقولوا لا احنا عايزين ناكل في العلب. فبعمل لهم هم بقى ايه بتاعهم علب لوحده، حتى انتوا تاخدوا بالكم على السفرة انا حاطه لهم العلب بتاعتهم لوحدها. هنا ده بقى ايه غرفت لهم هم الاول طبقين الرز بتوعهم، وقلت لهم خليكم الفراخ بقى لما نخرج انا احطها لكم. وبدات هنا بقى ان انا اغرف ايه الطبق اهو، انا وريتكم كده شفتوا شكله ازاي. بحط الرز اهو، وبحط البطاطس. طبعا انا مش ماليه البطاطس صوص عشان ما تتدلدقش واحنا شايلين الحاجه والكلام ده كله. وحطيت ايه قطعه الفرخه عليها. بصراحه كانت وجبه حلوه قوي قوي قوي، والاكل كان طعمه زي العسل. وطبعا انا ما بحب زي ما انتم عارفين ان انا اصور الناس واحنا بنفرق. هنا الوجبات كلها كنت عملتها اهو. طبعا انا لما لقيت رز زياده انا هوريكم دلوقتي، لما لقيت رز زياده بدات ان انا ايه، وعندي اطباق بدات ان انا اعمل ايه رز واحط معاه همبرجر. رحت قال لي همبرجر في ساعتها، وقلت إيه كل واحد هياخد رزقه. وهنا كان طبعا كنا جايبين عصير بنفرقه ايه مع الوجبه. بس عصير كان بيبقى ازيد من الوجبات بصراحه، يعني قلنا نوزع الوجبات والباقي ايه نوزعه عصير. كده الوجبات اهي كده خلاص احنا كنا خلصناها. هافتح لكم دلوقتي وهوريكم ان ده لوحده وده لوحده. عايزه اقول لكم بقى انا لما نزلت فرقت، انا نزلت اليوم ده كنت نازله مع ابو حمزه في الشارع، قلت له انا عايزه انزل افرق معاك، قال لي تعالي اهو. هنا بصوا زي ما انتم شايفين حطيت رز وحطيت معاه 2 همبرجر بصراحه، وكل الناس اتراضت يعني الحمد لله. وده اللي في الفراخ، فقلت ده مع ده كله ان شاء الله ربنا يجازينا خير يعني. عايزه اقول لكم انا نزلت بقى الشارع، ونزلت رحت فرقت معاه، احنا بنفرق على الطريق على الشارع. عايزه اقول لكم كميه الفرحه اللي انا كنت فرحاناها، يعني دي تاني مره تقريبا انا انزل معاه. هنا احنا كنا عبينا الحاجه بقى وكنا خلاص نازلين. فربنا يتقبل يا رب، وما يقطع لها ما يقطعهاش عاده لينا والكل اللي بيعمل. وبرضو هدفي من الفيديوهات دي ان الناس لما تشوف الحاجه دي تبدا تعمل، وان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم، وتعود الايام علينا وعليكم بكل خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.